السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان ايه هي اكبر المشاكل اللي بتواجه دكتور السنان نفسه. اكبر المشاكل اللي بتواجهه يعتبر هي عدم إتاحة الإمكانيات، مثلا في الأماكن اللي بيشتغل فيها مجانية أو بتكون الأماكن المدعمة زي المستشفيات الحكومية والحاجات دي. أو عايز أقول لك بمعنى أصح يعني إيه عدم توافر الإمكانيات اللي توصل للدكتور إن هو يشتغل بالجودة اللي هو عايز يشتغل بيها. وده زي ما قلت لك مثلا بسبب الأماكن المجانية اللي تبقى فيها حاجات أدوات على قدها، أو ممكن تكون بسبب عدم رغبة العيان في ان هو يعمل علاج بالجوده اللي عايزها الدكتور بسبب التكلفه الماديه. يقول لك لا يا دكتور عايزين حاجه على قد الفلوس او حاجه بسيطه وكده، فده طبعا بيقلل في الجوده. وطبعا طب السنان كعادته بيحتاج دايما انك تعمل احسن حاجه، عشان كده كده انت ايه لو عملت حاجه اي كلام هتعوز انك تعيدها تاني فيما بعد. فدي من اكبر الحاجات اللي يعتبر ايه بتقف يعني شويه كأن عائق. بس عايز اقول لك مفيش حاجه بفضل الله، كل حاجه بتتحل او كده، لان كل واحد انت ايه في الاخر بتقول اللي يمليه على ضميرك، وبعد كده بتخيره. بس لو في حاجه مثلا بتبقى في صحته هو مصمم هو يعمل حاجه غلط، انت ايه ممكن تخلي مسؤوليتك وتقول له لا انا مش بعمل الا الحاجات اللي بترضي ربنا، انت عايز محتاج كذا كذا كذا. زي الناس اللي بتبقى عايزه تخلع ضرسها ودرسها مش محتاج يتخلع اصلا، مجرد حشو عصب هيخلص وباقي السنه هتبقى سليمه، مفيش حاجه متاكله من الايه من الاوكلوزال. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.